ينضم إلينا من بيروت الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح، وعلي السبيتي الكاتب الصحفي كذلك من العاصمة اللبنانية. مرحبا دكتور مكرم، اسمح لي مباشر بهذه النقطة. إذا كان رئيس الجمهورية يتحدث بهذا الشكل، لماذا كل هذا الصوت وكل هذه المعمعة حول السلاح، سلاح حزب الله؟ في أطراف يعني غير حزب الله راضية بهذا السلاح. للأسف أعتقد بأن مقاربة فخامة الرئيس جوزيف عون لموضوع السلاح فيها نوع من التزاكي. قد رأينا أن من اللحظة الأولى يحاول أن يقنع الغرب بأنه يحاول، أما على الأرض الموضوع لا يقتصر فقط على الموضوع المادي فيما يتعلق بنزع السلاح. المطلوب هو تعرية حزب الله من أسباب سيطرتها على الدولة، إن كان عبر القضاة أو الأمنيين أو الضباط. وربما الأخطر أستاذ حسين هو قيام رئيس الجمهورية بترداد فكرة أساسية بأن استعمال الجيش أو القوى الأمنية لمنع مظاهرة خارجة عن القانون لا تحظى بترخيص وتتحدى الدولة وتتطاول على مركز رئيس الحكومة ليس بحربا أهلية. الحرب الأهلية تكون عندما يكون هناك سلاح تابع لإيران بشكل مباشر، يحاول هذا الشخص الذي يحمله أن يتخبى وراء شيعة لبنان. في آخر المطاف المشكلة ليست بالطائف، حتى لو كان هذا النظام كما ذكر الأستاذ علي يملك نوع من مشكلة بأن نريد نوع من اتفاق تام، أن السقف الأساسي هو لا يمكن أن يكون هناك سلاح خارج سلاح الدولة. الدستور واضح في هذا الموضوع. أما مقاربة نبيه بري وبهلويناته السياسية والهرطقات التي تأتي من حزب الله بموضوع أن على الإسرائيلي أن ينسحب في المعركة السياسية، ولا أتكلم عن الضربة العسكرية، أن حزب الله خسر لأنه لم يصغي إلى صوت المنطق عندما قلنا بأن توريط لبنان في القتال في أنحاء المعمورة من سوريا إلى العراق إلى اليمن يجعل من حزب الله ومن شيعة لبنان معرضون أو مكشوفين أمام الضربات الإسرائيلية. وهنا الأهم، لا يمكننا الذهاب قدما مع هذه العقلية التي تعتبر بأن وفيق صفا هو سياسي في حين هو شخص متهم بتهريب المخدرات، وهم أشخاص وحزب الله متهم بقتل رئيس حكومة سابق. كل ذلك يعيدنا إلى فكرة: إن أرادوا أن يشاركوا في مجلس الوزراء عليهم أن يتصرفوا كأحزاب سياسية وليس كميليشيات خارجة عن القانون. طيب إذا كان رئيس الجمهورية يعمل وفق ما تحدث به الأستاذ علي الآن، وأن اتفاقا ما حصل فيما سبق حتى وصل الرئيس جوزيف عون إلى قصر بعبدة، إذن على ماذا يستند رئيس الحكومة وعلى ماذا يعول بكل هذا الموقف المتقدم بأنه لابد من جيش واحد وسلاح واحد؟ بكل بساطة هو يستند إلى دستور البلاد الذي يعود إلى 1926 قبل أن يكون جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وقبل أن تقوم الطبقة السياسية اللبنانية بكل هذه الهرطقات فيما يتعلق بأن هناك مجموعة أو طائفة لا نريد أن نكسرها. عندما نقول بأن الحماية الأولى والأخيرة، إن والأستاذ علي يعرف هذا الشيء، أن توجه أهل الجنوب إلى السلاح والمقاومة هو بأن الدولة اللبنانية قد تركت الناس تموت، لم تقدم لهم لا الملاجئ ولا السلاح، والأهم من ذلك لم تقدم لهم اقتصاد قادر على إبقائهم في أرضهم. وقد قام حزب الله بأسوأ من ذلك، حول مدنهم وقراهم إلى مخازن للذخيرة، وقام بتوريط لبنان في شبكات مخدرات وكل ذلك. الآن ما يقوله نواف سلام هو عين المنطق عندما يقول بأن العودة إلى القرى الشيعية المهجرة يجب أن يكون دائما، والقدرة على إعادة إعمار هذه القرى ستستند إلى مساعدات دولية وإقليمية تعود إلى قدرتنا على حصر السلاح وأن نتحمل المسؤولية. ليس هناك تحدي للطائفة الشيعية. أعتقد أن التحدي الحقيقي للطائفة الشيعية أن يعوا بأن من أخذهم بهذه المغامرة الانتحارية هو أصبع نصر الله الذي تم عرضه على صخرة الروشي، من قام بتهديد الإسرائيلي وعندما أتت ساعة الصفر لم يتجرأ بفتح الجبهة لأن الأوامر لم تأتي من إيران. يضاف إلى ذلك أن هذا السلاح خارج منطقة الجنوب أو خارج النهر كما قال علي سيوجه للداخل اللبناني. ما حاجة لبنان للسلاح في شمال الليطاني؟ يضاف إلى ذلك متى توجه هذا السلاح إلى الداخل اللبناني دكتور مكرم؟ 7 أيار يا سيدي، وعندما تم الاشتباك مع عرب خلدي، وعندما تم الاشتباك مع دروز شوية، وعندما حاول حزب الله ب7 أيار دخول إلى قريتي في جبل لبنان، قريتي تبعد
مئات الكيلومترات عن الحدود مع فلسطين، عندما قام حزب الله بقتل لقمان سليم، أليس ذلك جريمة بحق لبنان والشيعة؟ طيب أستاذ علي، دكتور مكرم، يعني بالنسبة للدعم الأمريكي الآن للجيش، أنا أخذك إلى نقطة أخرى. طيب إذا كانت المواقف بهذا الشكل، الخبرة والاستعلامات الأمريكية عما يجري في الداخل اللبناني بأن اتفاقا حدث قبل تولي جوزيف عون الرئاسة، بالفعل هذا موجود، أو أن هذا الدعم لا ينكر هذه النظرية تماما ويدحضها؟ الأمريكي لا يرى بأن الدعم هو لشخص جوزيف عون، بل يرى بأن هذا الحلف الاستراتيجي الذي يعود إلى أيام عهد الأمين جميل ب 83، وأن تلك الأموال بالرغم من أن نرى بأن 230 مليون، كما تعرف 230 مليون هو ميزانية قاعدة عسكرية في تكساس للقهوة وللحلويات. وهنا المطلوب أن نعي بأن هذه الأموال لا تعي بأنهم يتفقون مع المنطق أو مقاربة رودولف هيكل قائد الجيش أو القوى الأمنية، بل هم يقولون لهم بطريقة: نحن ندفع الأموال، أرونا النتائج. فبآخر المطاف هذا نوع من تحفيز إضافي. طيب. ولكن بشكل عام، ما الذي يؤخر قائد الجيش ورئيس الجمهورية من أن تكون الأمور واضحة على أرض الواقع؟ دكتور مكرم، اسمح لي بكل مباشرة نريد يعني. ببساطة، نعم. لا يزال جوزيف عون يقارب الحكم كعوني سابق أو حالي، ولا تكلم عن ولائه لميشيل عون والولائه لفكرة بأن الرئيس الماروني القوي ليس عليه أن يتعاون مع المكون السني، والكلام بأنه لا يريد أن يزعل الشيعة. هو يزعل 40 أو 50% من البلد عبر الإبقاء على السلاح، وبالإضافة إلى مشكل مع السنة، هو يبقي على الشيعة خارج منازلهم عبر إعطاء المنطق الذي يردده علي بأن هناك منطقين، ليس هناك من منطق للدستور. طيب. من يشارك بحكومة لبنانية يعترف بالدستور الذي يقول بشكل واضح: طيب. هناك حصرية واحدة للسلاح، والحكم ليس لولاية الفقيه بل للدستور اللبناني والقانون. طيب، ولا للروحانيات. شكرا جزيلا لكما من